بقالك سنة بتذاكر انجلش، بتسمع بودكاست كل يوم ومخلص 3 كورسات في 3 أماكن مختلفة، ورغم كل ده كل ما تيجي تتكلم انجلش بتحس انك طفل عنده 5 سنين. بتستخدم كلمات بدائية وبتغلط في الباست سيمبل والبريزنت سيمبل، حاسس دايما ان في سقف ونفسك بس مش قادر تعديه. احب اطمنك واقول لك انك مش لوحدك. الاحصائيات بتقول ان حوالي 70 ل 80% من متعلمي اللغة محشورين في الحتة دي، وما بيقدروش يوصلوا لدرجة الطلاقة الحقيقية. مش عارف الصراحة أنا كده طمنتك ولا جيت أكحلها عمتها. I am Detective Who from LCIA Organization، والنهاردة جاي أقول لك إنك محشور في أخطر مرحلة من مراحل تعلم الإنجليش، الانترميديت بلاتو، المرحلة اللي فيها الفهم عندك 100% بس الأداء 20%. ما تستغربش، ده مش أنا اللي بقول كده، دي أبحاث جامعات زي تورونتو وكامبريدج. Coming up next، ليه انت محبوس هنا؟ وازاي تكسر السقف ده؟ وخطة عملية من 3 خطوات لعمل ده. ليه مستواك ثابت؟ لانك بقيت مستمع محترف مش متحدث محترف. انت بتعتمد على الباسيف انبوت، مخك بقى كسلان بحكم انه بيفهم معاني الكلام من السياق، فما بقاش قادر او عايز يبذل مجهود عشان يخزن الكلمات دي للمرحلة اللي هيستخدمها فيها، وبيكتفي بانه فهم المعنى وخلاص. تهت مش كده؟ طب خد الاكزامبل ده، كلمة زي substantial مثلا لما تسمعها في فيلم وتفهم من السياق ان معناها big، بعد فترة لما تيجي تفتكر الكلمة دي مش هتفتكرها هي، هتفتكر اللي فهمته اللي هو big. والذاكرة عموما بتشتغل على نوعين من التخزين، تخزين الحاجات عشان تفهمها وتخزين حاجات عشان تستخدمها. النوع الأول ده سهل وكده كده بيحصل بشكل طبيعي، لكن التاني اللي ممكن يتعطل خصوصا لو انت ما عملتلوش اكتيفيشن. رجوعا للمثال بتاعنا، التخزين اللي حصل هنا تفتكر كان للفهم ولا الاستخدام؟ بالظبط كده، للفهم. واللي في الفهم كان substantial ولا big؟ big. طب والعمل ايه؟ انا كده اتسوحت. الاوتبوت دريفن strategy، عشان تخرج من الحشرة دي لازم تطبق نظرية ميرل سوين The Output Hypothesis. والنظرية بتقول انك مش هتتعلم لغة غير لما، ركز كويس، تتزنق عشان تستخدمها. ساعتها بيحصل language production. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي حد من اصحابك سافر امريكا وهو الانجليش بتاعه على الله حكايته خالص، ورجع بقى زي البربان. طب خدت كورسات؟ طب ذاكرت؟ طب عملت عملية؟ طب عملت ايه؟ ولا اي حاجة من دي. هو كل اللي حصل له انه اتحط في مواقف مختلفة كتير واضطر ان هو يستخدم اللغة اللي في دماغه. وانت بقى عايزني اسافر امريكا واروح اعمل معايشه كام شهر عشان ارجع اتكلم انجليش؟ حبيبي انا عارف لو معاك فلوس ما كنتش هتفتح الفيديو ده وكمان تكمل لحد هنا. خطتنا كالتالي: تكنيك الريكوردينج والترانسكريبشن هياخد منك 15 دقيقة بس كل يوم. أول حاجة الريكوردينج، التسجيل. سجل لنفسك فويس نوت لمدة دقيقة بتتكلم فيها عن يومك أو أي موضوع تختاره. بعد كده اسمع نفسك وفرغ الكلام، يعني اكتبه يعني. هتتصدم من كمية الجرامر سليبس والكلمات البدائية اللي استخدمتها. آخر مرحلة هي التصحيح. هتعيد كتابة الكلام اللي انت سمعته وكتبته ده، بس المرة دي هتزود اللكسيكال chunks اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت. يعني بدل ما تقول I like the food، اكتب The meal was exceptionally delicious. تاني خطوة Noticing hypothesis. بلاش المرة دي تقرأ عشان تفهم المعنى وبس، اقرأ عشان تلاحظ الكولوكيشنز والادفيربيال والجرامر chunks. مثال، لو قريت جملة زي دي He yielded to pressure، ما تخليهاش تمر مرور الكرام كده، شد خط تحت yielded to وقول لنفسك هم استخدموا الفعل ده مع الضغط. انا كنت هقول he accepted the pressure، ف yield to تحسها more advanced. تالت حاجة الفورسد complexity. وانت بتمارس الانجليش مع نفسك اجبر مخك يستخدم الديسكورس ماركرز. يعني بدل ما تقول الجملتين دول منفصلتين I'm poor I'm happy، اربطهم ب despite the fact that. هتبقى despite the fact that I'm poor I'm happy. انت هنا بتجبر الوصلات العصبية اللي في مخك تتوسع. الخلاصة للخروج من الانترميديت بلاتو محتاج تفعيل للي انت عارفه اصلا. ابدأ من النهاردة تمرين التسجيل والتحليل اللي قلت لك عليه وشوف الفرق بعد اسبوع واحد بس. استنى، حتى لو عملت كل ده لسه في خازوق مستخبي جوه عقلك. الخازوق فين؟
فين الخازوق؟ الخازوق ده هو اللي بيخليك تسكت تماما، أكن في بقك حتة قطن بمجرد ما بتقابل حد أجنبي. وده هيكون موضوع الحلقة الجاية. This was Detective Who English Decoded.